شحال كتبلغ الثروة ديال كريستيانو رونالدو؟ قبل ما نبداو هاد الحلقة ما تنساوش انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا داك الجرس فضلا وليس امرا. خليكم على الانترو. بطبيعة الحال أن كريستيانو رونالدو كيتعتبر من أفضل وأشهر لاعبي كرة القدم، وكذلك حتى في عالم البيزنس والأعمال. قبل ما نتحدثوا على شحال كتبلغ الثروة ديالو لابد أننا نوقفوا واحد الوقفة ونعرفوا شكون هو كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو دو سانتوس ألفيرو لاعب كرة القدم برتغالي، بدا المسيرة الكروية ديالو مع نادي سبورتينغ لشبونة وتألق في أنظار مسؤولي نادي مانشستر يونايتد، الشيء اللي خلاهم يوقعوا معاه آنذاك، وفاز بالبطولة الأولى ديالو مع النادي وساهم في تحقيق عدة ألقاب. كان أكبر لقب في حياته هو أنه حصل على الكرة الذهبية الأولى ديالو اللي نفتت الأنظار معظم الأندية وخلاتهم يقدموا طلبات للنادي باش يظفروا بالخدمات ديالو. لكن النادي الملكي مدريد قدر أنه يتم الصفقة مع مانشستر يونايتد سنة 2009 واصبح كأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، وبلغت القيمة الصفقة 80 مليون جنيه استرليني أي ما يعادل 94 مليون يورو. وفاز رونالدو مع ريال مدريد ب 15 لقب، من ضمنها الدوري الإسباني وكأس العالم للأندية ودوري الأبطال وكأس الملك، وكذلك ألقاب فردية اللي ضمنها الكرة الذهبية والحذاء الذهبي. وفي سنة 2018 انتقل النادي اليوفنتوس الإيطالي في صفقة اللي بلغت القيمة ديالها 100 مليون يورو، كتعتبر أغلى مبلغ دفعته الإدارة للنادي الإيطالي في التاريخ ديالها، وفاز معهم بعدة ألقاب منها الدوري الإيطالي وكأس السوبر الإيطالي. وفي سنة 22 انتقل لمانشستر يونايتد، رجع للنادي اللي كانت البداية ديال التألق ديالو، لكن هذه المرة الأمور ما كانش كتمشي على ما يرام. هنا واجه عدة مشاكل. اولا المدرب ما كانش كيخليه يلعب الماتش كامل وكان ديما كيخليه في دكة الاحتياط، وثانيا المسؤولين ما بقاوش باغينه، الشيء اللي خلاه انه يبحث على نادي اخر. وبالفعل داكشي اللي وقع في سنة 23 رونالدو قدر انه يوقع مع النادي النصر السعودي اللي كيلعب فيه حاليا. ودابا غادي نشوفوا شحال كتبلغ الثروة ديال كريستيانو رونالدو. المصدر ديال الثروة ديال رونالدو كتقسم الى ثلاثة المصادر: الراتب ديالو كلاعب كرة القدم والعقود الإعلانية مع العلامات التجارية الكبرى والاستثمارات في الأعمال والعقارات. رونالدو كيحصل على راتب سنوي كيتقدر ب 200 مليون دولار مع النادي النصر السعودي، هو أغلى راتب في تاريخ كرة القدم. وكيتلقى رونالدو أيضا 100 مليون دولار كمكافأة مع توقيع الانضمام إلى النادي النصر السعودي. وقبل ذلك كان رونالدو كيتقاضى 31 مليون دولار سنويا مع اليوفنتوس الإيطالي، 29 مليون دولار سنويا مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، و21 مليون دولار سنويا مع ريال مدريد الإسباني. أما بالنسبة للعقود الإعلامية مع العلامات التجارية الكبرى، فرونالدو كيتعتبر واحد من أكثر الرياضيين جاذبية للمعلنين بفضل الشهرة العالمية والشعبية على مواقع التواصل الاجتماعي. وكيمتلك رونالدو أكثر من 525 مليون متتبع على الانستغرام، و95 مليون متتبع على تويتر، و150 مليون معجب على الفيسبوك، ويحقق شهرة 1.5 مليون دولار من كل منشور مدفوع على الانستغرام، وكيكسب حوالي 45 مليون دولار سنويا من العقود الإعلامية مع العلامات التجارية مثل نايكي وكوكاكولا وإلى آخره. كريستيانو ليس فقط لاعب كرة القدم موهوب، بل أيضا رجل أعمال ناجح. كيمتلك رونالدو سلاسل من الفنادق اللي كتحمل CR7 واللي كتسيرها مجموعة بيستانا، وكتواجد في البرتغال وإسبانيا والمغرب والولايات المتحدة. وكيمتلك رونالدو عيادة لزراعة الشعر كتسمى إنيسبيرا، وكتنشط في البرتغال وإسبانيا والبرازيل. وكيحقق رونالدو 114 مليون دولار سنويا في هذه الأعمال. بالإضافة لذلك كيمتلك رونالدو مجموعة من العقارات فاخرة في مختلف أنحاء العالم، مثل قصر في ريال مدريد اللي كتبلغ الثمن ديالو 7.2 مليون دولار، والشقة في نيويورك اللي كتبلغ القيمة ديالها 18.5 مليون دولار، وفيلا في مارفيا اللي كتكلف 1.6 مليون دولار. عزيزي المشاهد، إلا وصلتي حتى لهنا ما تنساش انك تخلي واحد الكومونتير زوين، وما تنساش انك تشارك في القناة وتفعل داك الجرس باش هكا نقدروا نعطيو كل ما هو جديد.